كل لقمة بتنادي على اللي هياكلها. الجملة دي كانت بتقولها لنا والدتي الله يرحمها لما كنا صغيرين عشان تعرفنا وتأكد لنا ان مفيش حاجة هتكون من رزقنا وحد يجي ياخدها مننا. الجملة دي بعد ما كبرت عرفت انها موجودة في القرآن وفي السنة وبأشكال كتير وبجمل كتيرة جدا، ولكن الجملة دي بالذات ثبتت في مخي عشان والدتي الله يرحمها قالتها لنا واحنا صغيرين. طيب انا بقول لكم الكلمتين دول ليه؟ عشان اقدم رسالة لكل لو سمحتي كفاية رغي في التليفون على الفاضية والمليانة واقعدي حكي مع عيالك. طب انا مركزة ليه على الام؟ عشان العيال اغلب وقتهم بيقضوه مع الام. لو سمحتي اقعدي حكي مع عيالك زي ما بتحكي في التليفون، اقعدي شوفيهم وابتدي نقل لهم خبرتك وابتدي احكي لهم الامثلة وابتدي علميهم حاجات واسمعيهم واسمعي احاسيسهم. ليه؟ لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عشان لما هتعلميهم حاجة ويبتدوا يعملوا بيها طب ما كله في ميزان حسناتك. عشان